السلام عليكم الخوت. عرفتي اللي شاف هاد 3-0 دابا توريها ليه هكا كنتيجه غادي يتسحاب ليه ما تخلعنا ما والو، غيتسحاب ليه دوزنا الماتش هكا مرحين بحال هكا وشادين الباناشي في يدينا ومستمتعين بالمحاولات والبيوتا. ضربيت اليوم ولد الجد تقول دوك الصفرات تيخرجوا ليه عليهم الدعم، تيشد مليون الصفرا الا هزه بزاف. الحال خلعني اكثر من كندا، ولكن برافو الدراري الحمد لله ربحنا ودزنا للربوع ناري. اللي حسدنا راه ربي تيشوف، الله تيشوف فهمتي. حنا نيتنا زوينه وتنبغيو كلشي كلنا عرب ما تحسدوناش. وما نساوش بونو هذاك صافي سد الموضوع. وي اللي حسدنا ربي تيشوف. وناحي نحيله بونو سد الوحده. وهبي ما تعاودش تضحك معنا الضحك والله ما كنقدروا عليه. عرفتي راه دخلنا الشك في برومي، ما تعاودش تضحك معنا الضحك، انا تنقولها لك. الله 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 على المنظر غادي وتيزيان. اتبعني، المغرب بدا يغرق، لا كنتي عارف تعوم اتبعني. الربع النهائي يا حبيبي. ومحمد وهبي منه مدرب منه اب مغربي تيبقى يحلف على اللعبه، تيقول لي تنشدك تيخافوا منه تيماركيو. عطيو لهذا السيد حقه من التطبال. رحيمي يا رحيمي فاش احتاجوا المغاربه وقفوا عليه ما خيبش بهم. اللي عوض الصيباري احسن تعويض، والصيباري اللي تنتمناو ليه من هذا المنبر هذا الشفاء العاجل ان شاء الله. ابراهيم الزين، ابراهيم الكيوت، ابراهيم الفنكوش. شوف شتي من تتفرق مع صحابك، من تعطي الاسيستات وجهك تينور اصاحبي. اطلق لي الكره، ما عندك ما دير بها، اطلق ومتعنا وتمتع مع راسك. الله يا المغرب، الله يا المغرب، وصلوا هذه الرسالة لكل مغربي من قلب عماني. ألف مبروك للتاريخ، ألف مبروك لأسود الأطلس، ألف مبروك لفخر العرب. مبروك مبروك. اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ. من أجواء خريف ظفار بسلطنة عمان ومن لوفيرا ومن فعاليات خريف ظفار 2026. مبروك لأسود الأطلس، مبروك لفخر العرب، مبروك لأهل المغرب، مبروك. آلاف العمانيين اليوم حضروا لمؤازرة المنتخب المغربي. مبروك 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 لمنتخب المغرب.
من قلب كل العمانيين ومن قلوب العمانيين اللي حضروا اليوم بالوقوف مع اخواننا المغاربه. يعني لازم اتكلم عن النظاره 3-0. وانا اول ما رحيمي دخل قلت حق الشباب ترى هذا اليوم بيجيب جول وياب. ودياز انا عموما انتقده بس اليوم لعب مباراه كبيره، 2 اسيست وناحي جولين، قضى على الجيم. بونو هالانسان يجيب بطولات، حارس يغير الفريق كله وانقذ الفريق في الشوط الاول. المنتخب المغربي يعني ما كانت مباراه جميله في الشوط الاول، تحسونهم هلكانين، لاعبين مباراه طويله ضد هولندا، اظن ريحوا بس 3 ايام، واظن الكنديين كانوا مريحين 4-5 ايام، فهذا يفرق وايد. بس مبروك على المغرب، مبروك على المباراه الكبيره اللي لازم هني ما شاء الله الى الدور اللي بعده. يلا السلام عليكم. هني المنتخب الوطني المغربي فترة ديك الدرابو داميتو بانديرا. مبروك المنتخب الوطني المغربي. حنا من الثمانيه الكبار الان، وصلنا الربع النهائي في العالم باش نكونوا بذلك اول منتخب افريقي في التاريخ يصل الى الربع النهائي في نسختين متتاليتين من كاس العالم. وان شاء الله الطريق مفتوح. ماشي شي مفتوح، كاينه فرنسا، ولكن الماتش اللي غتلعب ضد باراغواي راه صعيب بزاف. نفكركم بانه في سنه 1998 المنتخب الفرنسي وصل البينانتيات مع باراغواي في ثمن النهائي وكان غادي يتقصى. هذيك الدوره اللي فرنسا ربحت بها اول كاس عالميه لها. المهم حنا دائما ما كان عندنا مشكل مع البلدان المنظمه. طرات لنا في مصر، طرات لنا في نيجيريا اللي لعبنا معاهم في المجموعه، طرات لنا في غانا اللي لعبنا معاهم في المجموعه، طرات لنا بشحال من مره خسرنا النهائي ضد تونس. وي ثانك يو فيري ماتش. ديما مغرب والله. الناس غاديين هنا كل واحد كيقول لك يو هاف ا جريت تيم، تنس ولا كيبو مارافيوسو. المهم الناس راه فرحانين بينا. واليوم شفنا بزاف ديال الاشخاص اللي لابسين التونيات ديال المنتخب الوطني المغربي. المهم المسيره مازالت مستمره، ان شاء الله في ربع النهائي نكونوا على قدر المسؤوليه، نقدروا اننا نسيطروا. كنطلبها كبيره. موراكو ووهو ديما مغرب. الناس فرحانين هات اسبانيا محيحينا. ديما مغرب عليك. هاني على المنتخب الوطني المغربي. ان شاء الله باقي مباراه ربع النهائي اللي غنتكلموا عليها بالتفصيل، وغادي نشوفوا مكامن القوه والضعف عند المنتخب الفرنسي، وخا تقريبا هما ما عندهمش مكامن ضعف. داميتو بانديرا ونكي داميتو بانديرا ونكي ديما مغرب. يلا تهلاو جود باي كندا. سال الماتش وكونوا خارج معود وناشطين. اما الرحيمي جا عند جمهور نيسان مرة دياز هو الكابور، هو اللي كيقول سير. يا ما كنا نقول عشقينا على طول مش هشام الحكيمي نزل شعر بدي السبوعة وفرحان مع الجماهير. ولا تتعبي يومي يا قلوب. اما مزراوي الفرا ديما كيقول هادشي بفضل الله. الله يدوم علينا ديما فرحة هكا ونضربوا فرنسا. ديما مغرب. السلام عليكم. والله حتى الفرحة اليوم ما كتوصفش. ألف مبروك لينا كاملين. المنتخب المغربي ربح كندا ب3-0 وتأهل ربع النهاية. نستاهلوا هاد الفرحة ونتيجة منصفة ومستحقة. الشوط الأول كان صعيب شوية وكندا ضغطات بزاف، ولكن الحمد لله كان عندنا بونو. وبين شوطين والله كان عندي إحساس باللي المغرب غادي ينتفض في الشوط الثاني وكندا غادا تعيا، حيث اللعبة ديالهم كما شفتوا جراو بزاف وما فرقوش الجهد ديالهم على الماتش كامل. وكنت متأكد أن محمد وهبي غادي يلقى الحلول، وفعلا هذا هو اللي وقع. والمغرب دخل الشوط الثاني بوجه آخر، ضغط، تركيز وأهداف رائعة. غتكونوا لاحظتوا بلي المنتخب ما ضيعش الفرص في هذا الماتش، يعني الستاف التقني خدم مع اللعابة على هذا الشيء ونجحوا تبارك الله عليهم. تحية كبيرة لكاع اللاعبين بدون استثناء، بصراحة كانوا رجال فوق أرضية الميدان واليوم فرحونا كاملين. وتحية خاصة لإبراهيم دياز وأوناحي. الماتشات كاملين كانوا شوية المستوى ديالهم، ولكن اليوم طوب 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 طوب. ألف مبروك الأسود الأطلس، ومبروك لكل مغربي عربي وأجنبي كيشجع هذا المنتخب. الحلم باقي مستمر إلى النهاية إن شاء الله، ونديو الكاس علاش لا. ديما مغرب وديما أسود.